السلام عليكم. اولا كده انا بشكر كل الناس اللي دخلت كلمتني برايفت واللي علقت لي وعزتني في وفاة اختي حنان، الله يرحمها ويغفر لها. ارجوكم يا جماعه ادعوا لها، ادعوا لها بالرحمه. كانت يعني حاله صعبه علينا كلنا والله، او كانت فتره صعبه علينا كلنا الاسبوع اللي فات ده. انا غايب عنكم بقالي اسبوع عشان خاطر الظروف دي. بشكر طبعا الناس اللي دخلت عزتني، الناس اللي علقت، ما كنتش متوقع والله الكم الهائل ده من الرسائل والكم الهائل ده من التعليقات. بشكركم للمره الثالثه، ارجوكم ادعوا لها بالرحمه والمغفره. ويلا بينا النهارده نتعرف على ساعه جديده من براند كالوبي، ساعه بديله للجي تي 5 برو، اول بديل وارخص بديل للجي تي 5 برو من شركه كالوبي، اسمها كالوبي اس كي 40. ده طبعا شكل الكرتونه بتاعتها. النهارده هنتعرف على مميزاتها وهنتعرف على عيوبها، هنتكلم عن كل حاجه كالعاده. يلا بينا نبدا الفيديو. ولو عجبك المحتوى اشترك في القناه، وما تنساش تعمل لايك للفيديو ده، وما تنساش للمره الرابعه بقول لك ادعي لاختي حنان، ربنا يرحمها ويرحم اموات المسلمين جميعا. يلا بينا نبدا الفيديو ونسمي الله يا جماعه ونبدا بالانبوكسنج. ده طبعا شكل كرتونه الساعه. طبعا يا جماعه بتلاقي ساعات كتير مكتوب هنا امريكا، وبتلاقي جرماني، وبتلاقي اسباني. الساعات دي كلها يا جماعه تصنيع صيني. الكلام ده كله ما هو الا يا اما دعايه تسويقيه، يا اما صاحب الشركه نفسها هو واحد اسباني او واحد امريكي او واحد الماني، فمالوش اي علاقه، او هي ملهاش اي علاقه بالمانيا او امريكا. الساعه دي ساعه صيني ميد ان تشاينا، او زي ما انت شايف كده اهوت ميد ان تشاينا. ملهاش اي علاقه، عشان الناس بس اللي بتسوق وتقعد تقول لك اسباني والماني والكلام ده. طبعا ده شكل الساعه، وبتيجي بثلاثه ستراب، وصوره الساعه الكرتونه توضيح ان هي شبه الجي تي 5 برو. خلينا نفتح كده البوكس بتاعها ونتفاجئ مع بعض. اول حاجه بيقابلنا اليوزر مانوال. يوزر مانوال ضخم جدا جدا يعني. بص كده، ده طبعا شكل الكرتونه. اول ما بنفتح بنلاقي الشكل الجامد جدا ده، طبعا شكل الساعه الخرافي، والثلاث استرابات الجامدين قوي 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 اللي بيجوا معاها بتفكرني بساعات هاي نوتيكو، ولكن هنا الخامات حلوه شويه. تعال نرفع كده، هنلاقي طبعا الشاحن الوايرلس الماجنتيك اللي خامته محترمه قوي قوي قوي. اما بقى بالنسبه للساعه يا جماعه، فالساعه جايه بثلاث استرابات. اول استراب طبعا ده اللون السيلفر، في لون كمان يا جماعه اللون الاسود، هننزله في ريل كده لوحده او في فيديو صغير لوحده. طبعا ده شكل اول استراب، استراب كده رصاصي او بترولي. خامته محترمه وشكله حلو جدا بالشكل اللي انت شايفه ده. بصراحه خامته جميله جدا. طبعا مقاس يا جماعه 22 عشان الناس اللي بتدور على استرابات. اما الاستراب التاني فهو استراب من نوع جلد، جلد طبيعي، برضو شكله وخامته حلوه جدا. البني ده اصلا بيليق على السيلفر. والاستراب الشهير بقى المعدن اللي هو لونه ميتال، لونه سيلفر بالشكل اللي انت شايفه ده. اما بقى بالنسبه للساعه يا جماعه، فده الشكل بتاعها شبه الجي تي 5 برو بالظبط. عليها طبعا سكرين. طبعا يا جماعه عندك هنا سكرول، عندك زرار تحت السكرول نفس ابعاد، طبعا رفيعه شويه عن الجي تي 4. وظهر الساعه كده فيه اربع مسامير، هي قريبه للجي تي 4 ولكن هي رفيعه شويه، مش سميكه يعني. خلينا نفتحها مع بعض كده عشان نتعرف مع بعض على امكانياتها. تفتح طبعا بالزرار اللي تحت ده يا جماعه، زي ما انتم شايفين كده، بتفتح بالواجهه دي او بالخلفيه الجامده قوي دي. ونبدا مع بعض نقيم اهم خمس حاجات في اي سمارت ووتش. نتكلم عن الخامات، نتكلم عن الشاشه، نتكلم عن نظام الاشعارات، نتكلم عن المكالمات والصوت، ونتكلم عن البطاريه. نبدا بالخامات. وخامات الساعه هنا انا مش هقدر اقول لك عليها عيب خالص. الساعه البادي بتاعها مصنوع من الميتال، طبعا بخامات ممتازه جدا. الستراب اللي جاي معاها من الميتال برضو. الاستراب ده مش زي اللي مرسوم على الكرتونه طبعا، انا هقول لك ليه دلوقتي، بس خليني اكمل لك. عندك كده الظهر فيه اربع مسامير، السبيكر كده في الظهر مش في الجنب، وعندك الناحيه الشمال في المايك، وعندك السكرول خامته محترمه جدا، بيقلب زي ما انت شايف كده الخلفيات بالطريقه اللي انت شايفها دي، وزرار تحت السكرول. اما بالنسبه للشاشه، فالشاشه جايه من نوع اتش دي. طبعا يا جماعه الشاشه هنا هو كاتب لك على الكرتونه ان هي سوبر اميلود، ولكن الشاشه دي مش سوبر اميلود اطلاقا. معنى الكلام ان الشاشه جودتها وحشه؟ لا، الشاشه جودتها كويسه جدا، الوانها محترمه جدا. طبعا التاتش بتاعها سريع الى ابعد الحدود، سريع بطريقه كويسه جدا يعني زي ما انت شايف كده. وعليها طبعا طبقه حمايه ضد الخبطات وضد الشروخ. بص كده، ضد ان هي تتشرخ او ضد ان هي تتكسر. طبعا مش كل الخبطات يعني، انا بتكلم عن الحاجات الخفيفه، لو حكيت في باب، حكيت في مفاتيح، زي ما انت شايف كده الخبط ده كله. ولو جينا نمسح الشاشه كده مش هتلاقي جه عليها اي خربوش زي ما انت شايف قدامك كده، كانك ما لمستهاش. وحتى لو عملت بسكينه نفس الكلام برضو الشاشه مش هتتخربش. فهي عليها طبقه حمايه كويسه ومحترمه جدا، الوانها كويسه والسطوع بتاعها حلو، التاتش بتاعها سريع، عليها طبقه حمايه، فالشاشه اديها تقييم جيد جدا. الساعه بقى من ضمن الخامات، فالساعه دي ضد الميه. يعني ايه ضد الميه؟ طبعا ضد الميه للاستخدام الخفيف.
يعني ايه استخدام خفيف؟ احنا حاطين الساعه في الميه بالشكل اللي انت شايفه ده. طبعا يا جماعه الساعه دي مش للحمى، او هي بص ضد الميه الاستخدام الخفيف. ايه الاستخدام الخفيف؟ انا هقول لك عليه في اخر الفيديو ان شاء الله، هقول لك امتى تستخدمها في الميه وامتى ما تستخدمهاش في الميه. لكن الساعه ضد الميه، يعني ما تخافش مثلا لو جه عليها شتاء، وما تخافش وانت بتغسل ايدك، الحاجات الخفيفه دي ما تخافش منها يعني. وموضوع الاستراب ده يا جماعه انا برضو عايز اقول لك حاجه، الاستراب الموجود على العلبه اللي هو شبه جيت 5 برو ده استراب غالي، يمكن بثمن الساعه دي، بثمنها. فعلشان كده هو ما قدرش يعمله لك، هي الساعه كلها ثمنها 1800 جنيه. معقول مش هيروح يعمل لك استراب يكلف 1000 جنيه لوحده؟ فانت ممكن تشتريه لو انت عايزها تبقى شبه الجيت 5 برو بالظبط، فانت ممكن تشتريه. بس انا ما عجبنيش بصراحه ان هم حاطين على الكرتونه صوره الجيت 5 برو بالظبط، كان حاط لك بالاستراب ده او بالاستراب البني كان افضل. ولكن لو جبت الاستراب بتاع الجيت 5 برو الاصلي هيركب وهيبقى شبه اللي على الكرتونه، هتبقى الساعه شبه اللي على الكرتونه بالظبط. نتكلم عن تاني حاجه بقى، وهو نظام المكالمات والصوت في الساعه. ونظام المكالمات هنا عندك لوحه الاتصال اللي منها بتقدر ترن على اي حد واي رقم انت عايزه، وعندك كمان اتصال اللي بتقدر تضيف منها من خلال البرنامج، او فيها من خلال البرنامج اكتر من 50 اسم تقدر تستخدمهم بشكل دايركت بشكل مباشر. وعندك كمان سجل المكالمات، دي المكالمات الاخيره اللي انت اتكلمتها من على الساعه. فتعالوا بقى مع بعض نجرب الصوت. طبعا يا جماعه الصوت في الساعه دي فاجئني، الصوت في الساعه دي حلو جدا. قبل ما نجرب وتعالوا نستقبل مع بعض اتصال. طبعا الاتصال اللي هيجي لنا ده اتصال على الواتساب، عشان برضو اعرفك ان هي بتشتغل مع مكالمات الواتساب. عايز بس اوريك صوت الرنه نفسها. احنا هنعمل مكالمه طبعا ونجرب صوت المايك ونجرب صوت السبيكر، بس انا عايز اوريك صوت الرنه او صوت الرنه، لان ده بيبقى مهم جدا بالنسبه لناس كتير. في ساعات انت ما بتسمعش اصلا صوت الرنه بتاعها. وقبل ما نستقبل المكالمه، انت لو سحبت من فوق كده هتلاقي علامه البلوتوث دي، لو دوست عليها كده هنا تقدر تخلي صوت المكالمات يطلع من الساعه، وتقدر تخليه لو قفلت الاختيار ده يطلع من الموبايل نفسه. وهنا كمان صوت الميوزك لو انت شغلت حاجه يعني، او شغلت اليوتيوب او كده. طبعا كده مقفول يبقى الصوت هيطلع من الموبايل، لو فتحنا الاختيار ده يبقى الصوت هيطلع من الساعه. دي برضو حاجه كانت بتواجه ناس كتير، فهو ضاف لك الميزه دي تقدر تعدل فيها من هنا. وزي ما انت سامع كده معايا ده صوت الرنه، اسمع كده، صوت عالي مفيش فيه اي مشكله خالص. نقدر نفتح من هنا ونقدر نكنسل من هنا. بس دي عشان مكالمه على الواتساب انا مش هفتح، انا هعمل مكالمه عاديه علشان الصوت يبقى اوضح في المكالمات. ودي مكالمه يا جماعه اهيت. الو. الو. يا هشام عامل ايه؟ الحمد لله تمام. ايه الاخبار؟ تمام زي الفل. سامعني كويس؟ اه الصوت تمام. تمام يعني. اه تمام زي الفل. طبعا يا جماعه جوده الصوت حلوه جدا، ونقدر طبعا نعلي الصوت من هنا ونوطي الصوت من هنا، مفيش مشكله خالص. وزي ما انت شايف تقدر تحول المكالمه للسبيكر بتاع الموبايل، وهنا تقدر تكتم الصوت. وبالنسبه لنظام الاشعارات واللغه العربي في الساعه، فاللغه العربي في الساعه كساعه نفسها وجوه الساعه وفي الاعدادات اللغه العربي مفيش فيها اي مشكله. اللي ما عجبنيش اطلاقا هي اللغه العربي في الاشعارات. يعني لو سحبنا من تحت كده، بص كده، ده شكل اللغه العربي. بص كده، مش عاجبني. يعني هو في لغه عربي ومقروءه مفيش مشكله وتقدر حروف باينه، ولكن تحس ان في بكسله في الخط، تحس ان الخط رفيع، ما بتجيبش الاشعار كامل زي الاوتيتو مثلا. يعني هي دي بس الحاجه السلبيه اللي انا شفتها في الساعه. مش معنى كده ان انا مش هعرف اقرا الاشعار، لا هعرف اقرا الخمس ست سبع كلمات الاولين في الاشعار زي اي ساعه. ولكن اللغه مش افضل حاجه. يعني مثلا واحد لو نظري ضعيف مش هشوف ايه اللي مكتوب. يعني مثلا طبعا هي بتجيب الاشعارات كلها، الواتساب والماسنجر والانستجرام. يعني حضرتك هتدي السيشن، يعني انا عارف اوضح، بس الخط مش افضل حاجه. خليني اقربه لك كده، مش افضل حاجه حرفيا، مش افضل حاجه يعني. لكن هي طبعا بتجيب اشعارات الماسنجر والواتساب وكل اشعارات يعني بتاعت السوشيال ميديا. البطاريه هنا في الاستخدام اليومي بتقعد معاك في الاستخدام البسيط من يومين لاربع ايام، الاستخدام العادي او الاستخدام البسيط. في الاستخدام الشديد بتقعد معاك من يوم ليومين. فاداء البطاريه بالنسبه لساعه كوبي فهي برضو مقبوله، يعني مش واو جدا. لكن كل الساعات اللي شبه دي سواء هايون تيكو او الاوتيتو هي بتبقى نفس المده تقريبا يعني. ولو اتكلمنا عن القياسات الطبيه، فالساعه طبعا فيها كل القياسات الطبيه زي ما انت شايف قدامك كده. ولكن يا صديقي القياسات الطبيه في اي ساعه كوبي لا يعتمد عليها بنسبه حتى 90%، هي للقراءه فقط. والساعه مكتوب عليها بالخط العريض في ظهر الكرتونه اللي هي نون ميديكال، ساعه مش طبيه. فانت ما تعتمدش خالص على القياسات دي في اي استشاره طبيه، او في حتى انك تاخد اي ادويه او الحاجات دي يعني. فده شيء مهم جدا كان لازم اوضحه لك. وتعالوا بقى مع بعض نكمل ونشوف باقي الامكانيات اللي موجوده بقى، اللي زيها زي اي ساعه تانية.
ونركز اكتر على برنامج الار دي فيت اللي انا بحترمه على المستوى الشخصي، وهقول لك ليه انا بحترمه. طبعا الساعه بتشتغل برنامج اسمه الار دي فيت، ده طبعا شكل الواجهه بتاعه البرنامج. هو كان البرنامج ده كان من غير اعلانات، دلوقتي بقى بيجيب اعلانات. لكن البرنامج ده انا بحبه علشان فيه كذا ميزه كده، منهم ان الخلفيات بتاعته روعه ممتازه جدا، وبيديك عدد لا نهائي من الخلفيات كلها مجانيه، مش زي الويرفت برو مثلا. طبعا بيديك ارقام تخصيص، تقدر تحط خلفيه وتغير هنا الالوان بتاعه الخط، تخلي الساعه فوق تخلي الساعه تحت. كل دي حاجات تقدر تعملها بالبرنامج. برنامج سهل، اللغه العربي بتاعته واضحه، الربط بينه وبين الموبايل نفسه حلو. جهات الاتصال تقدر تضيف 50 اسم على الساعه. فده بالنسبه للبرنامج. اما بقى بالنسبه لباقي امكانيات الساعه، فاحنا برضو لو سحبنا من فوق كده بيجيب لك شورت منيو فيها اهم الحاجات زي البلوتوث، انك تقفل الساعه، المنبه زي اي ساعه يا جماعه. لو سحبنا من تحت طبعا بيجيب لك الاشعارات، ولو سحبنا من الجنب الشمال كده بيجيب لك القائمه الحلوه المنظمه قوي دي، اللي فيها معظم الحاجات زي الاوضاع الرياضيه والاوضاع الطبيه، وانك تشغل ميوزك، ضربات القلب، كل الحاجات دي، الشحن. اللي جه اليمين بيجيب لك الاكتيفيتي، انت مشيت كام خطوه، حرقت كام كالوري. ولو سحبت تاني بيجيب لك الاوضاع الرياضيه. بالنسبه للزرار اللي تحت ده طبعا تقدر تخصصه، هو دلوقتي لو ضغطنا عليه كده بيقفل، يجيب لك الاولوز اون ديسبلاي. وبالمناسبه هي فيها اولوز اون ديسبلاي عقارب، وفيها اولوز اون ديسبلاي ارقام، وتقدر تشغله مده طويله مفيش مشكله. السكرول اللي بيدخل على التطبيقات، ضغط تاني يغير شكل التطبيقات طبعا. واحنا بره خالص كده يقلب لك في الخلفيات بالشكل اللي انت شايفه ده، وخامته محترمه جدا. طيب اول ما بنخش في التطبيقات كده بنلاقي اول حاجه لوحه الاتصال، والاتصال شرحناها، الرسائل اللي هي الاشعارات شرحناها، سجل المكالمات، التمارين. عندك بقى اوضاع رياضيه كلها متاحه، كل الاوضاع الرياضيه متاحه. بعد كده عندك عدد الخطوات، بيعد لك الخطوات اللي انت بتمشيها، وضع النوم، الميوزك، تقدر تتحكم في الميوزك اللي على الموبايل، تقدم من هنا تاخر لو الموبايل بعيد عنك ومشغله على صب ولا حاجه. هنا معدل ضربات القلب، وعندك الاكسجين في الدم، وضغط الدم. كل دي حاجات موجوده. عندك مساعد صوتي، الطقس، تصوير، تتحكم في الكاميرا عن بعد. عندك الاله الحاسبه، تمارين التنفس. هنا محفظه النقود اللي هي الحاجات بقى بتاعت السين علي بيه والحاجات دي، المؤقت، بحث عن الهاتف، ساعه الايقاف، مسار التمرين، ده طبعا الجي بي اس. عندك المنبه، حاجه خاصه بالبنات، الاتصال بالهاتف اللي هي الابلكيشن. وعندك شرب الميه، تذكرك بشرب الميه، الكيو كيو، والاعدادات تقدر تغير واجهه الساعه، الجزيره الذكيه اللي هي الدايناميك ايلاند اللي بتظهر لك فوق هنا، انا بحب الغيها دايما، ما بحبهاش. وقت اغلاق الشاشه، تحسب المده اللي الشاشه تقفل بعدها. اعدادات بقى، كل الاعدادات يا جماعه هنا، كل الاعدادات اللي انت ممكن تتخيلها. تتحكم في كل حاجه، عد تشغيل، ضبط مصنع، جهات اتصال طوارئ، تقدر تحط جهات اتصال طوارئ، تاريخ والوقت، كل الحاجات اللي انت عايزها زي اي ساعه موجوده في الساعه دي. بص يا صديقي، الكلام اللي هقوله لك ده بعد ما جربت الساعه فتره، وبعد ما عملت الفيديو بتاعها، وبعد ما صورت، وبعد ما عملت اديت، وبعد كل حاجه. الساعه دي انا مش يعني الشركه مش بعتها لي عشان اراجعها، انا شاريها والله بفلوس من معايا، تمام. فانا هقول لك رايي فيها بصراحه. الساعه شكلها في الايد تحفه. طبعا هي بتشتغل على اندرويد وبتشتغل على ايفون عادي مفيش مشكله. شكلها في الايد تحفه، في قمه الجمال والروعه، بالذات بالاوستيك اللي هو المعدن ده، شكلها حلو قوي. حتى بالاوستيك الجلد شكلها حلو قوي. موضوع الاستراب اللي انا كلمتك عنه ده عادي، يعني انت ممكن تشتريه وممكن ينزل له كوبي تبقى تشتريه بعد كده. لكن شكلها تحفه. الشاشه بتاعتها حلوه جدا، ولكن مش اميلود. اميلود عشان الناس اللي بتركز في النطق معايا، انا راجل عربي بتكلم عربي، مش فارق معايا ان انا الاكسنت بتاعتي تبقى كويسه اصلا، مش فارق معايا خالص. فهي مش شاشه مش اميلود، تمام. الحاجه اللي بعد كده وتعتبر عيب هو الخط العربي. الخط العربي بنشوف زي ما قلت لك في الفيديو في الاوتيتو، خط مميز جدا، بتنزل تقرا الاشعار واضح كده وصريح، مفيش فيه تقطيع، مش كلام فوق وكلام تحت. لا، هنا الخط العربي ما عجبنيش. ومش معنى كده انك مش هتعرف تقراه، لا هتقراه وهتفهمه، الا بقى لو نظرك ضعيف. الساعه فيها الحاجات الاساسيه، ما فيهاش عك كتير زي ما بيقولوا بالبلدي. الحاجات الاساسيه بس، قياسات طبيه، قياسات رياضيه، شكل حلو، شاشه كويسه، الصوت عالمي، الصوت حلو جدا. مكالمات بتظهر اسم المتصل اللي بيرن عليك، احد بيرن عليك بيظهر الاسم بتاعه، مفيش مشكله خالص. ساعه بالنسبه لي انا بديها تقييم 8.5 من 10 بالنسبه لسعرها اللي هو في رينج ال 1800 جنيه. وزي ما قلت لك الساعه دي انا والله الشركه مش بعتها لي، انا براجع حاجات 90% من الحاجات اللي انا قلت لك براجعها بفلوس من جيبي، بشتريها من جيبي، وبعرضها بعد كده على جروب التليجرام بسعر مخفض. يعني الساعه دي اوبن بوكس، مجرد زي ما انت شايف كده فتحناها، استخدمناها يومين، صورناها، وبنرجعها تاني للكرتونه بتاعتها،
وبنبيعها بتخفيض عن جملتها كمان، يعني بنبيعها اقل من جملتها كمان. لو انت يعني عايز تطلبها او عايز تعرف الحاجات اللي هي اوبن بوكس دي، بتبقى قطعه واحده بنعرضها في الجروب التليجرام اللي هتلاقي اللينك بتاعه تحت في وصف الفيديو. ما تنساش تشترك في القناه لو عجبك المحتوى وتعمل لايك للفيديو ده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.